بعد ذلك عن كليمه موسى أنه ختم وعظه لقومه بقوله: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، حتى لا يفقه أحد ولا يأتين في خلد أحد أن الرسل حينما تلح على الأمم في الدعوة وتصر عليهم في قبول منهج الله أن الأمم تفعل ذلك لتنصر أو لتحصل مصالحها أو أنهم يمنون على الله بإيمانهم وطاعتهم. قال رب العالمين جل جلاله: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله غني غنى ذاتي، فالغنى فيه جل وعلا وصف ذاتي، بمعنى أن عباده حمدوا أو لم يحمدوا فهو جل وعلا غني حميد، عبدوا أو لم يعبدوا فهو جل وعلا مستغن عن عبادتهم. وفي الخبر الصحيح عند مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم جاء في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فأنت أيها المبارك عندما تغدو إلى المسجد ترفع قدما وتضع أخرى، أنت من يجني ثمرة هذا المشي، وإلا رب العرش مستغن عنك وعن طاعتك، مستغن عن كل أحد. ولهذا تدبر القرآن، الله يقول في غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله، قال بعدها يسبحون بحمد ربهم. وقال في الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فقدم الله التسبيح على الحمد حتى لا يتوهم متوهم ولا يظن اللظان وهو يقرأ القرآن ويقرأ أن هناك ملائكة تحمل العرش وأن هناك عرشا استوى الرحمن عليه كما أخبر استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يأتي في خلد أحد أن الله مفتقر للعرش أو أن الله مفتقر إلى أحد من حملة العرش أو أن الله مفتقر إلى من يطوف حول العرش. فالله مستغن عن العرش، مستغن عن حملة العرش. وجنت خطيئتي مستغن عمن يطوفون حول العرش. ولهذا قال الله جل وعلا: يسبحون بحمد ربهم. فالتسبيح بحمد الله معناه أنهم ينزهون الله جل وعلا أن يأتي في خلد أحد منهم أن الله محتاج إليه أو أن الله فقير إليه. فالله هو الغني حق الغنى، وكل خلقه شاءوا أم أبوا رضوا أم أنفوا كلهم على أي حال كانوا بأي مال جمعوا أو ولد ولدوا أو ملك ملكوا كلهم فقراء إلى الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فحتى الكافر الذي لا يؤمن بالله، الملحد الذي لا يؤمن أن هناك ربا سيجمع عباده، إن لم يسجد هو طوعا يسجد ظله كرها، إن لم يسجد هو طوعا يسجد ظله كرها. قال الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والمعنى أن الجميع والكل مفتقر إلى الله جل وعلا كل الفقر. وإذا تحقق في قلب العبد أنه عبد فقير مفتقر إلى الله وأن الله جل وعلا غني كل الغنى عنه، تكون الطاعة طاعة محبة، تكون الطاعة مجلوبة برقة القلب، تكون الطاعة أعظم ثوابا وأعظم منزلة ووقعا عند رب العالمين جل جلاله. وكلما أظهر العبد لله تبارك وتعالى فقره ومسكنته زاد فضل رب تبارك وتعالى عليه. وتأمل القرآن